مشاهدينا الكرام من السعيديه اليوم غادي تشوفوا الصور معنا حنايا كنتواجدوا في المعرض ديال السعيديه، ونخليكم مع الصور اللي غادي تشوفوا معنا اليوم. وهذه الجوله في السعيديه في البحر السعيديه والليالي كيفاش كتجوز هنا في السعيديه. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا كنتواجدوا هنايا في هذا المطعم اللي كاين هنايا في المعرض ديال السعيديه اللي جان هنايا. كنقول مشاهدينا الكرام الا جيتوا للسعيديه غادي تشوفوا هذا الاخ هذا تبارك الله عليكم اللي جاي يجي يزور الاخ راه غادي يتهلا فيه، وعندهم كل شيء الجوده والنقاوه وكل شيء مزيان هنايا ان شاء الله كما قلت هذا. حريرة فاسية مغربية وذكر الدالية هاي 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 والشبكية هي والتمر يا حلاوة يا ليل يا ليل. الشاشيوات عندنا مرحبا بكم كاملين الناس الجاليه والمغاربه اللي جاوا للسعيديه، مرحبا بكم وكنرحب بكم في اذواق فاس وتبارك الله عليكم. شكرا. مشاهدينا الكرام معنا كمال التياني اللي غادي يقولنا الكلمات ديالو. سلام الاخ كمال. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وعطله سعيده للاحباب والجاليه المغربيه والمغاربه فيما كانوا، وتحيه للغربه تيفي وميديا ميدي تيفي. تبارك الله عليكم وكنرحب بكم في المعرض ديال اذواق فاس. ليكيب فاسيه الناس ديال فاس جاو هنا للسعيديه ودايرين واحد المشروع الله يسهل عليهم، وبدوري انا كنخدم كنادل هنايا، وهنايا كنرحب بالناس وبالجاليه المغربيه ويجي عندنا المطعم ماكلتي هنايا في المعرض. مطعم زوين ماكله كاليتي زوينه وغنرحبوا بهم ان شاء الله. وانا بدوري كنقدم لهم الماكله بالمواويل وبالفرح، وكنقدم لهم بواحد الطريقه زوينه، ويعني كنخليو كل شيء تيمشي فرحان وكل شيء ناشط كل شيء واكل. ودابا من هذا المنبر بغيت نهدي للغربه تيفي شي موال واخا راه الصوت شويه عيان. المهم على بركه الله كنتمنى تقبلوا عليا. يا غربتي بلدان الناس وجميع من يشوفني يقول هذا براني، انا اللي كنت في الضو اللي تنحاس. اي 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 الجهة الشرقية حمقتني اول مرة نزورها يا حبابي. يا ليلي يا ليلي يا من هوى وعزه ودلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي حلمتني يا مان يا ليلي يا حبيبي. بارك الله عليكم. كاين شكرا. راحتك وكنتمنى التوفيق ان شاء الله لابريس غربتي وتبارك الله عليكم والله يوفقكم، وشكرا على هذه الالتفاته الجميله. تبارك الله عليكم. شكرا. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام كنتواجدوا في واحد المحل ديال اعشاب طبيعيه هنايا في المعرض ديال السعيديه. سلام الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تتواجدوا معنا في معرض السعيديه هنايا في هذه المدينه الجميله الانيقه. تنشاركوا في هذا المعرض هذا التجاري بالاعشاب الطبيعيه وتعصير الزيوت وباملو ويعني ومنتوجات اخرى في اطار التجميل وفي اطار يعني كل ما يتعلق بالاعشاب الطبيعيه والتجميل. وهذا العام كيفاش كاين طلب على هذا الشيء، ولا العام اللي فات كثار؟ كيفاش جاك هذا العام ولا العام اللي فات بالنسبه للمعرض؟ كيفاش كاين طلب على العام اللي فات ولا هذا العام؟ بالنسبه للمنتوج المادي من هذا المعرض هو منتوج يعني كما تنشوفوا وتنعرفوا الازمات اللي وقعت في العالم باسره يعني تسربت الى المواطن المغربي بشكل كبير، وخصوصا المواطن المهاجر اللي تيجي هو اللي تيتقدم من هذا الشيء من المعارض. إن كما تنعلموا ان هذا المنتوج هذا في المغرب موجود، يعني الناس المتواجدين في المغرب يعني ما تيتحملوش المشاق ديالو. شكون اللي تيتحمل المشاق ديالو؟ هو ما الجاليه المغربيه
وكما تنعرفوا بان الجاليه المغربيه هذا العام شويه مضروره بالاحداث ما وقع في فرنسا واوكرانيا وانتم تعلمون ذلك. يعني ضروري ان الماده ناقصه هذا العام بشكل ملحوظ جدا. ولا البلاصات يعني اللي كيتكراو هنايا زعما ثمن الاثمنه كيفاش لقينا واحد الخوت يعني كيقولوا بجوج الملايين و200 باش كيكريو البلاصه في هذا الموقع هذا؟ نعم بكل صدق، هذا هو اللي كاين استاذ. 2 ملايين و200 باش كتكريو هذه البلاصه هذه؟ كريو هذا 4 على 4 متر على 4 متر هنايا تنكريوها ب 2 مليون و200 الف فرنك. ويعني كتخرج هذه البلاصه يعني بنادم اللي كيخرج؟ لا ما تشوفش غير 2 مليون و200. خاصك تعرف بان راه كاينه 2 مليون اخرى ونص ديال المصاريف ديال التنقل ومصاريف يعني السلع ومصاريف الاشغال ومصاريف العمال يعني ومصاريف الاكل والشراب ديال المده اللي حنا جالسين فيها. يعني راه تنقولوا المصاريف تتساوي 5 الملايين. نعم سيدي هذا هو اللي كاين. وزائد تجاره ميته راه يعني الانسان زعما لو كان كل ما يجي يتقدم من هذه المعارض هذه راه يكون تيعاون ماشي صاحب المعرض الكبير او المنظم المعرض، ولكن تيعاون بالاساس ذلك العارض الصغير اللي تيتمنى انه يجي يجمع هذه البركه في هذه الشهرين. وهذا هو الرساله ديالي للناس اللي تيشوفوا هذا الفيديو. الاخ شكرا، كنشكرك على الكلمات ديالك وشكرا. لا شكر على واجب. مرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. المثيل امامكم سيدي محمد الشكيري الشريف ما عندوش غير هذا المجال هذا الاعشاب الطبيعيه، بل له مجالات اخرى فنيه مثل الامداح النبويه والسماع المغربي الاصيل الذي يتلى بين حضرة صاحب الجلاله في الاعياد الدينيه بتلك الاصوات الساجيه. وانا اعتبر نفسي سفير الرقص الصوفي المغربي، ولدي مشاركات في الميدان عظيمه، وكنت منذ نعومه الاظافر ديالي وانا في هذا المجال الكبير. هذا مجال يحبب في الله ورسوله، هذا مجال يزيد في تقوى القلوب، هذا مجال يذيقك حلاوه العباده بكثرة ما فيه من أذكار العارفين بالله. وذوك العارفين بالله الذين قالوا هذا الكلام وهذه الأشعار يعني أخرجوها من فلذات أكباد قلوبهم، فلذات أكباد قلوبهم. نعم هذا هو. ولدينا مشاغل أخرى إن شاء الله تعالى في المجال الفني السينمائي. تنحاولوا في مجال التمثيل وما غيكون غير الخير ان شاء الله. عما قريب غادي تشوفوا محمد كريم الشريف يعني في لقطات وفي افلام ان شاء الله تعالى. يعني لان الشخصيه ديال محمد كريم الشريف يعني شخصيه يعني فنيه بامتياز. لا ازكي نفسي، ولكن الاصدقاء اللي دايرين بيا هما اللي قالوا لي سوف تذهب بعيدا في المجال السينمائي الفني. تنشكروا هذا المنبر ديال ميديا 1 وميديا 1 والغربه تي في. تنشكروا هذه المنابر بجوج في هذه الساعه المباركه الطيبه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلكم في مصاف الاعلاميين الذين يكونون في الطبقه العليا في المجتمع، ويكونون يعني في يجلبون الاخبار السعيده للمغاربه ولجميع العالم والصادقه والاخبار الصادقه بطبيعه الحال. نحن نعلم هذا على هذه القنوات الا الصدق والمعرفه ان شاء الله تعالى، وما يكون الخير. شكرا. بارك الله فيك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. شكرا. مشاهدينا الكرام، معنا الاخ المهدي هنايا من المعرض ديال السعيديه اللي غادي يوضح لنا شي كلمات. السلام عليكم الاخ المهدي. السلام عليكم. وحنا فرحانين بزاف هذا العام اللي شفنا الناس تا هما جاو يفوجوا جاو يزوروا العائلات ديالهم والجاليه اللي مقيمه بالخارج، تيجيو يشوفوا العائله وتيجيو يفوجوا على الناس وعلى بزاف تاع الحوايج. وحنا الحمد لله المحل كما كتشوف حنا كل عام هنايا من تقريبا 2012 كنجيو للسعيديه كنديروا المعرض، والحمد لله كنديروا الاثمنه مناسبه للجميع، لا الناس اللي جايه من برا ولا الناس اللي في المغرب. اثمنه جد مناسبه، وما ودايرين لي بخي افيشيا هما
باش كل اي واحد يتقدى عندنا، ماشي غير اللي عنده ولا اللي ما عنده، المهم اي واحد يتقدى عندنا وكنشكروا الناس تاع السعيديه والسلطات تاع السعيديه اللي كيسهروا على هذا الشيء كامل، وكنشكروا الصحافه ديالنا ومرحبا بنا عندكم في السعيديه وكنتمنوا ان شاء الله يكون شي خير بيننا وبين الجيران ديالنا. وكما كتشوف حنايا لا خوا ها هما المغرب والجزائر، ماشي شي حاجه، حنا لا خوت ولاد العم اكثر من اللي عائله، وحنا فرحانين بزاف. وكيجيو الناس من الجزائر لهنا كنفرحوا معاهم بزاف، كنحسبوهم بحال خوتنا بحال العائله ديالنا، وكنتمنوا ان شاء الله يفوت هذا الغلاء هذا على الناس والاسعار اللي دمروا بزاف تاع الناس. وان شاء الله كنتمنوا من الله التوفيق والجميع العارضين ما يمشيوش بلاش هذا العام، الناس يصوروا شويه ديالهم باش كلشي يمشي فرحان، اللي جاي ولا اللي جا تا هو يبيع، حيت كيجيبنا من ضرب مسافه بعيده باش يجي يشارك في هذا المعرض هذاك اللي يجي من اكادير، من الصحراء، من فاس، من مراكش. هادشي اللي سمعنا الاخ، يعني كاين بزاف ديال الناس داو واحد الفكره على السعيديه بلي كاين ثمن مرتفع، يعني ثمن غالي عندكم هنايا. لا. ويعني الثمن حنا كنشوفوا عندكم واحد الاثمنه اللي بحال ها انت سي لي سوفينير وهذا الشيء ما كتعداش لا، الثمن غير ديالو 5 دراهم 10 دراهم. الناس فين كيقولوا دوك الاثمنه بحال قلتي لي ريستورون الكبار ولا لي زابارتومون دوك اللي كيتكراو فعلا والله كيزيدوا على الناس بزاف. كنتمناو يكون ثمن زوين باش حتى السياحه الداخليه حتى هي تشوف البلاد، باش كاين الناس اللي في المدنيه في المغرب ما عمرهم جاوا للسعيديه لا حشومه كيجيو كيلقاو الغلا. خص باش تكون مساعده للناس ومساعده الطبقه الفقيره والوسطى وكل شيء، المهم يعيشوا كما كتشوف. الاثمنه ماشي شي حاجه غاليه، لا عندنا ابتداء من 5 دراهم حتى 200 درهم 150، المهم في المتناول تاع الجميع، ما كنزيدوا على حتى واحد. وكنصاروا كنشكروا هاد الناس هادو اللي صارين على هذا المعرض هذا، على السيكوريتي، لا على كل شيء، موفرين كل شيء الحمد لله، وشكرا بزاف. الاخ شكرا على الكلمات ديالك وعلى الاستضافه ديالك. شكرا هانيه، مرحبا بكم. Jullie gozer die zo filmen hoor. Oh, wat schattig. Ja. مشاهدينا الكرام، كنتواجدوا هنا مع الاخ اللي حنا كنتواجدوا في المعرض هذا ديال السعيديه هنايا اليوم، هو غادي يشرح لنا شويه كيف الاجواء ديال هذا المعرض هذا اللي هنايا في السعيديه وكيفاش عامل البيع والشراء في هذا العام هذا. السلام عليكم الاخ. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ جواد السيبوس. مرحبا. مرحبا. الاخ جواد، كيفاش هذا البيع والشراء عندكم هنايا في السعيديه في هذا المعرض هذا العام؟ كاين شي استقبال، كاين شي بيع وشراء، كاين شي رواج؟ العام شوية ماشي كما العام اللي فات، كانت العام اللي فات واللي قبل وكذا، فهمتني. نعم. كان هذا العام بحال اللي دا واحد النظرة على السعيدية باللي فيها الغلا وفيها، فهمتني، وهي ما مش عارفين يعني باللي اسطونات كيتكراو ب 3 ملايين الفوق، فهمتني، يعني ضروري خصنا يزيد واحد 10 دراهم ولا 15 درهم، يعني انت باش غادي يجيب غير فلوس كراه ولا، فهمتني. هي هذه واش غادي دير، حنا معاها تيسر الله وصافي.
نعم. وكيفاش زعما هذا العام اللي فات كان البيع والشراء اكثر من هذا العام ولا كيفاش؟ العام اللي فات العام كان اللي أحسن. فات واللي قبل كان لازم يصور فلوس الكرا وفلوس يعني هاد البلاصه هادي باش كتكريو هاد البلاصه فين هي البلاصه انت اللي كتواجد دابا فيها هاي. هنايا؟ هاد البلاصه هادي هاد البلاصه هادي بشحال دابا كاريين نتوما هاد البلاصه هادي اللي كنشوفوا فيها هاد البلاصه هادي بشحال 2,200 جوج ملايين و200 اللي كتخلصوا فيها في الشهر واحد؟ لا في شهرين في شهرين كتخلصوا شهرين و10 ايام هكا كاع من بانشا يعني شهرين كتخلصوا جوج ملايين هنايا على هاد البلاصه. ملايين و200 وهذه ملي حنا هنايا حيت اللي يشوفوا في البحر 3 ملايين و200. نعم. وهاد البلايص هادو يعني انت كتشوف واش كيخرجوكم ولا بهاد الثمن هذا شويه حنا صعيبه؟ دايرينها في يد الله فهمتني، كان مواطين عليها يعني دايرينها في يد الله وكنستناو من الله هو اللي الرزاق الله وصافي شي غادي يدير. نعم. الاخ الله يسهل عليكم آمين. وكنشكرك على آمين. الكلمه الله ديالك يحفظك. القناه ديالنا. الله شكرا يحفظك. شكرا. امين الله يحفظك. السلام عليكم. يحكي لكم واحد كما نقول واحد القصه وقعت في كسمي فهران في الجي. المهم ننصح الشباب وننصح الناس اللي باغيين يمشيو لوروب، ما عندكش فيزا، ما عندكش تما فين تمشي، ولا ما عندكش كما نقولوا شي مؤهل ولا شي عائله ولا اللي عائله واقفه على الصح وكذا ومنا ما عندكش علاش تمشي. وما تقولش واخا يكون عندك فلوس واخا ما يكونش عندك فلوس، حيت علاش بحر بوطي راه واخا يكونوا عندك فلوس مال الدنيا هادشي بوطي يعني انت والله فهمتني. يا توصل لي يا الاخ واخا تقول راه عندي فلوس وتخلص في ماتريال زين وكذا ومنا عرب دير في 50% فهمتني. الاخ احكي لنا شويه على القصه ديالك ملي مشيت تحرق من الجزائر، شنو وقع لك ملي تحتي بين السلطات الجزائريه، كيفاش تعاملوا معك وكيفاش حتى خرجتي من هذاك المشكل؟ طحت فيهم واحد النهار اكتشفوني كما نقولوا بيض شويه معهم تما باش كيعرفوا مراركا خصو يكون خمري هكا ولا يعرفوهم يعني باش نوضحوا للمتتبعين ملي كيطيحوا بك باللي انت مغربي يعني كيتعاملوا معك بواحد الطريقه اللي ماشي حتى تما. زيد شرح لنا الاخ. يهضروا معاك ماشي الشعب كيهضر معاك، كاين للشعب انتيم معاك الشعب وكذا. الشعب يعني كيتعامل. بصح الا طحت في الدين الاخر انا صاحبي دوز 6 شهور كان معانا وكذا، قبضته لا مارين في نفس البحر في وسط البحر، دوز 6 شهور نتاع الاخر وكذا وعياي تليفونات عيا كذا منايا يعني باش يوصلوا للمالك ديالهم تما كاين، حيت اللي كيكون في الحبس صاي كيتنسى. هذا نهضر لك على الجي وما تونس وليبيا وزيد ليها راه منسيين كاع. نهضر لك انا على الجي اللي شافت عيني وكذا. الاخ ملي كيشبروا الحراقه مغاربه من تما اللي كيكونوا غادي يحرقوا لوروب، شنو كيوقع؟ يعني كيدخلوهم للحبس في الجزائر ولا كيردوهم ولا كيف؟ لا يمشيو للحبس، كيديوهم للحبس للجزائر. يدخلوا للحبس. وشحال المده ديال السجن اللي كيدوزوا في الجزائر؟ منسيين على حساب العائله ديالو هو، الا كانت عائله ميسره وعائله عندها فهمتني يعني كما نقولوا عائله واصله شويه في المجتمع وكذا ومنا هذه يقدروا يهضروا مع الدوله نتاع الاخر، يهضروا مع الدوله نتاع الاخر، يخص ضروري يكون عنده شي واحد فهمتني. يعني خصو يكون عنده شي واحد معرفه في الجزائر اللي رخي الفلوس وهذه باش يقدروا يطلقوه هكذا ولا ماشي هكذا؟ هكذا تمشى يعني حتى هما ولا ما عندوش العائله ولا ما عندوش شي واحد اللي كالي عليه تما يعني راه كيبقى تما في الحبس منسي. كيبقى حتى تطيح واحد الورقه زعما خصهم يصيفطوها لك من المغرب. انت ضربتي السجن تما الاخ؟ لا ما دوزش السجن. وكاينين بزاف ديال الاخوان تما كتسمع كاين تما بزاف ديال الاخوان اللي راهم في السجن مساكن الله يطلق سراحهم. النهار انا صارت لي تحت بين اليدين تاع الجزائريين وحطوا حدايا الفارق وكذا، هضروا معايا وحسبوني انا جزائري، حسبت لهم باللي انا جزائري، قالوا هذا غير غريان وكذا صافي زعما غريان هي صغير زعما دري صغير صحة ومشيت نورمال يعني ما داوها فيا ما والو. من اللي حسبوني انا الجزائري حسب لهم زعما شي واحد ولد الحومه منا ولا بحال هكا. نعم. وملي مشيتي يا الاخ من هنايا يعني حرقتي من المغرب مش من بلاصه حرقتي؟ لا حرقت من المغرب، دخلت على الحداده. دخلتي على الحداده ومن تما فين فكرتي تحرق لاوروبا؟ تما كي وصلت. وشحال تخلصوا منك الحراقه من تما باش تحرق؟ باش موجده باش يديوك باش يدخلوك لانجيري على الحداده على الطريق وكذا، ماشي كتعطيهم انت 800,000 وكان شي خطرات وصلت حتى لمليون 900. زودياك؟ لا هذه باش تدخل من وجده لانجيري، تدخل على باش تدخل من وجده لارجيلي على الحداده على رجلك. ابغي من تما الحرقه شحال كتوصل الثمن ديالها؟ الحرقه توصل 6 ملايين هكا. 6 ملايين يقول لك بصح انت وزهر، كاين اللي بنادم 3 تاع الناس حاطين 6 مشات لهم كاملين
يعني انت وزهرك ما تنويش غادي تقول عندي الفلوس غادي نمشي وكذا. شوف ربي شيء. الاخ شي نداء نخوتنا المغاربه اللي كيسمعوا كيشوفونا في هذا الفيديو هذا، يعني شنو كتقول لهم واحد النصيحه اللي واش خاطيهم من هذا الطريق وما يعاودوش يديروا هذا الطريق وما يفكروش يمشيو للجزائر باش يحرقوا؟ نقول لك واحد النصيحه زينه، ما عندكش الفلوس، ما عندكش معرفه، ما عندكش كيما نقولوا فين غادي تنعس، فين غادي تحط صوالحك، فين غادي يعني عائله اللي غادي تكون واقفه معاك وكذا، كاع ما تمشيش لا الجي لا تركيا لا اوروبا كامله. دير في عقلك اوروبا راه ماشي جنه وكذا، راه هي القلب فيها يتهنى وصافي، باش ما تبقاش تشوف يعني الديول حمر، تشوف حاجه نقيه، تشوف هكا يعني من السيستم نقي وقانون نقي وكذا. ومنا علاش حنايا باغيين نمشيو لهذيك البلاد، يعني هنايا كما نقولوا شويه هي عاشها الملك نورمال، حنا كنعرفوا غير الملك في هذه البلاد، فهمتني؟ واش هي هنايا خصك ضروري هنايا ضروري تكون عندك هنايا، تكون عندك الفلوس، تكون ميسر وكذا، راك تعيش في المغرب. احسن بلاد في المغرب في العالم، ولكنها ما خصها الفلوس. احسن بلاد في العالم هي المغرب، ولكنها ما خصها الفلوس. ولكنها ما كانش عندك الفلوس كتبغي يعني واخا تبغي تضحي براسك وكذا منا، باش انت واش غادي دير باش تجيب الفلوس، ماشي غادي باش دير شي حاجه ولا تمشي لاوروبا تشوف تما، فهمتني؟ فوالا علاش حنايا انت تشوف قلبنا تجاره وريحنا حدا مهمتنا بخير. هذا ما كان. اخ كنشكروك على الكلمات ديالك والاستقبال ديالك، وشكرا بابك مرحبا. النداء ديالك كنتمناو يكون وصل للشعب مرحبا. ديالنا ان شاء الله والاخوان يديروا بهذه النصيحات اللي درتي اللي قلتي لهم. مرحبا. وشكرا بزاف. شكرا. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك خويا، الله يحفظك. سلطات المغرب. هذيك السنه عليها دابا شي 33 مرات.
Hey.